تحويلها إلى كليب غنائي، لكن الظروف عاكست طموح ميدو، ذلك أن الوالدة سقطت مريضة فأثرت على نفسية الفنان، خاصة وأن أمه هي الداعمة والمشجعة الأولى له في مضمار الفن. سترحل الأم إلى جوار ربها في سنة 2005. رحيلها كان صدمة قوية للفنان ميدو. فاجعة الرحيل ستجعله يتوقف عن الغناء. وعارف ان الموت قدر وكاس وداير على البشر، مهما حاربنا عشان نعيش فالموت لابد هينتصر. وفي يوم حزين الموت دنا وقال كفاية عليكي هنا، وخد معاه اللي معاه أجمل سنين عمري أنا. كتير عن عيني غابوا وجراح في القلب سابوا، بس غيابك يا أمي ما عملتش يوم حسابه. يا أمي اشتقت أنا لصوتك، ما خدتش يوم على سكوتك، فقدت الفرحة بغيابك وماتت ضحكتي بموتك. كنت أقرب حد ليا، كنت أغلى الناس عليا، رحتي وفي عز احتياجي وسبتي أكبر جرح فيا. كنت بفرح وانت جنبي، كنت تعرفي ايه بخبي، كنت تقري اللي في عيوني واللي شايله جوه قلبي. في يوم من أوائل سنة 2006 زاره صديقه عبد الفتاح نعيم واقترح عليه السفر خارج مصر للابتعاد عن جو الأحزان والالتفات إلى المستقبل الفني. فعرض عليه العمل من خلال عقود فنية خاصة ب3 دول عربية هي المغرب والإمارات العربية وتونس. فاختار ميدو المغرب في دهشة من صديقي الأستاذ عبد الفتاح نعيم، فسأله: لماذا اخترت يا ميدو المغرب؟ فأجابه: المغرب بلد الكرم والضيافة، يحبون المصريين، فالحسن الثاني رحمه الله كان يحب الفنانين المصريين، خاصة العندليب عبد الحليم حافظ، وكذا جلالة الملك محمد السادس الداعم للفن والثقافة. اختار ميدو العمل بالمغرب من خلال عقد مدته سنة بمدينة مراكش. في هذه المدينة سيتعرف على أصدقاء جدد، كانوا هؤلاء الأصدقاء بمثابة السواعد التي ساعدت ميدو على الانسحار والاندماج في المجتمع المغربي خاصة المراكشي. وهنا يفتح ميدو لائحة هؤلاء القرماء الأعزاء، ويتذكر الفنان وعازف الإيقاع منير الكيفوني الذي قدم له مساعدات كبيرة وأخرجه من مواقف كادت أن تعيده إلى مصر. وهناك الأخ منير والذي شجع ميدو على الصبر ومواصلة الطريق الفني داخل مدينة مراكش. كما هناك فنانون كانت لهم أيادي بيضاء على حياة ميدو الفنية، وعلى رأسهم الفنان مولاي الحسن العلوي، والممثل المسرحي الفنان مصطفى دهدة، والفنان أحمد العادلي، والمخرج والفنان عبد الله فركوس، والسيناريست المرحوم حسن فوطة، والنجم الإذاعي الإعلامي الأستاذ هشام المغاري.
والإذاعي والإعلامي الكبير الأستاذ أحمد رمزي الغضمان، والفنان الممثل الشاعر السعيد أبو خالد، والشاعرة المتميزة الأستاذة لمسيس سعديدي، والأستاذ خالد وعديدي رئيس جمعية شباب مراكش، والذي قدمه في أول حفل رسمي بمناسبة عيد العرش. ولن ننسى أيضا الصديقين فريد مسكين ومولاي السين. ظل ميدو في هذه الأجواء بين أحبته وأصدقائه إلى أن انتهى العقد وعاد إلى مصر محملا بذكريات جميلة كان قد قضاها بمراكش. عاد ميدو إلى مصر